زي ما كنت بقول لكم احنا هنتكلم عن ايه النهارده. احنا هنتكلم باختصار جدا. آم، انت تفكر ازاي، تتحرك ازاي، يعني ايه عندك سيستم. لو انا بعرف اشتغل على الادز مانجر خلاص، فانا ايه اللي انا محتاجه علشان ممكن اعرف ادير يومي يكون ماشي ازاي وهكذا. طب ايه الفريم ورك اللي هكون ماشي بيه دنيتي، ايه الروتين اللي هعمله كل يوم الصبح. يعني انا كحد ميديا باير ميد ليفل وماسك عدد من المشاريع مثلا، ايه اللي اعمله الصبح بحيث ان انا اخلي انتاجيتي كويسه. ايه التحليل او خطوات التحليل اللي هبقى باخدها سواء على مستوى الكامبينز او على مستوى الجولز بتاعتي اللي هعملها وهكذا يعني. كذلك كوميونيكيت مع الناس اللي شغاله معايا، سواء الناس اللي شغاله دي حد معايا في التيم كميديا باير او حد عامه من الكريتيف تيم. لو هتست حاجه فانا بتست ايه، لو بطور من نفسي فهتحرك ازاي. باختصار دي النقاط اللي هنتكلم فيها النهارده ان شاء الله. هشرح لكم دلوقتي بقى كل نقطه تفصيلا ونبدا نتكلم فيهم. طيب، خلينا نتكلم في أول نقطة. إحنا أصلا يعني إيه الفرق بين إن حد عنده روتين، أو ليه أصلا يكون عندي روتين؟ أنت محتاج إن أنت يكون عندك روتين بحيث إن أنت ما تبقاش زي بيقولوا إيه رد فعل ماشي كده وخلاص، أو إن أنا حد قال لي الدنيا أداءها مش كويس فأنا هروح أحاول أحسن في الكامبينز أو أبص عليها. وده بينتج عنه مشاكل كتير. طيب، إيه الفرق بين ان انت يبقى عندك سيستم وان انت شخص بس بيدخل يتابع الادز مانجر كل شويه؟ باختصار جدا ان انت تقدر تدي وقت اقل من غير ما تتعب نفسك. يعني انت ما تبقاش قاعد طول اليوم على الداشبورد، على الداشبورد في حين ان انت لا عادي ممكن تتحرك بطريقه احسن. معلش انا اسف، خليكم معايا ثانيه. طيب، يعني ايه بقى الكلام الجميل ده؟ طيب انا هنتكلم باختصار على فريم ورك اللي احنا بنمشي بيه يومنا، او كحد ميديا بار بيمشي بيه يومه. المفروض يكون متقسم ازاي؟ هيكون متقسم لاربع اجزاء اساسيه في اليوم. جزء تنفيذي، جزء تحليلي، جزء تطوير، وجزء كوميونيكيشن. طيب، خلينا نتكلم بقى تفصيلا كل تفصيله من دول. يعني ايه جزء تنفيذي؟ الجزء التنفيذي ده احنا هنتكلم في النقاط استرسالا يعني دلوقتي، بس عامة انت جزء تنفيذي. فانت خلال اليوم عندك حاجات ميشنز معينة انت بتبدأ ترتب يومك فيها، هتاخد خطوات فيها. عندك كامبينز انت مرتب ان انت هتطلعها علشان جولز معين او تارجت معين انت محتاج ان انت توصل له، وليكن مثلا حجم مبيعات معين. طيب، وجزء تحليلي، انت بتاخد اكشنز سواء النهارده او قبل كده او بكره، فعامه بتحلل الخطوات دي، بتشوف انت ماشي صح ولا غلط. الخطوات اللي انت خدتها دي نتائجها عامله ازاي، سواء كنت بتست حاجه او بتسكيل او بتعمل اي تجربه يعني. طيب، وجزء تطويري، تطوير يا اما تطوير ذاتي يا اما تطوير في التجارب اللي احنا عملناها. طيب، يعني ايه الجزء التطويري؟ انا دلوقتي والله انا كمهران، انا النهارده كنت كمثال العميل بعت لي كريتيفز جديده وانا محتاج ان انا اجربها، مجموعه فيديوهات، وطلعت على الفيديوهات دي وطلع منهم 3 وينر مثلا كمثال. فانا المفروض ان انا ابدا ازود صرف عليهم او على الثلاثه دول واحسنهم. طيب، انا كنت مشغلهم مثلا على منصه ميتا وخلاص خدت الاكشن ده. طيب، عشان اطور التجربه دي ايه ممكن اعمل ايه؟ ممكن اروح اشغل نفس الفيديوهات مثلا على سناب شات لو انا شغال في السعوديه، او على تيك توك سواء في السعوديه او في مصر، بحيث ان انا اكون بطور التجربه اللي نجحت. طيب، والكوميونيكيشن انت مش هتبقى شغال لوحدك، بيبقى عندك تيم. التيم ده موجود معاك، كريتيف تيم او ميديا باير، سواء انت فوقك سينيور بتكوميونيكيت معاه، بتدي له ريبورت معين او بتدي له ابديت سريع، او معاك مثلا ديزاينر او كونتنت كريتور فتبدا ان انت تتواصل معاه. وهنتكلم بقى عن طرق التواصل دي ازاي. باختصار جدا، انت محتاج ان انت تكون فوكس بلوكس
او المود اللي انت تكون شغال بيه ان هو فوكس بلوكس مش رياكتيف مود. طيب يعني ايه الكلام كبير او الصعب ده؟ ما ينفعش ان انت كميديا باير حد مسؤول عن فلوس العميل تكون بتدي ردود افعال. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش عشان العميل متضايق اروح اركز اتابع الكامبين، او ما ينفعش علشان الاكونت مانجر جه قال لي ده المبيعات النهارده مش كويسه فاروح اوقف الكامبين واطلع كامبين جديده، او ان انا ابص على الكامبين لما هو يقول لي، او ان انا ابقى قاعد شغال وبعمل حاجه فحد يرن عليا يقول لي بعت لك التصميمات الجديده بص عليها فسيب اللي في ايدي واروح اعملها. ما ينفعش انت كميديا باير تبقى طريقه تعاملك كده او طريقه تحركك كده. طيب بنعمل ايه بقى في يومنا علشان ما يبقاش طريقه تحركي كده؟ بقسم اليوم بتاعي لبلوكس. بمعنى ايه؟ والله انا كشخص مثلا او كميديا باير شغال، انا مثلا ببدا يومي الساعه 9، فانا عارف ان مثلا من 9 ل 10 الوقت ده انا هعمل فيه مهام معينه. احنا هنتكلم عن المهام دي دلوقتي. طيب انا من 9 ل 10 حاطط مهام معينه هعملها. طيب بعد من 9 ل 10 والله من 10 ل 12 حاطط مهام تانية هبدا انفذها. طيب من 12 مثلا التيم بيكون فتح، فانا هبدا من 12 للساعه 2 مثلا بتكلم مع التيم وبتكلم مع التيم ليدر وبتكلم مع السينيور وبتكلم مع كل الناس اللي ممكن اكومينيكيت معاهم. وانا الصبح عملت اكشنز في الحملات فابدا اشوف واتابع الاكشنز بتاع الحملات دي. ده باختصار اللي احنا هنتكلم عليه تفصيلا دلوقتي. هنتكلم عن ايه دلوقتي؟ هنتكلم عن الروتين اليومي قبل الادز. بس كنت عايزكم لو حد عنده سؤال في اللي فات، انا عارف ان انا بتكلم شويه بسرعه، فقولوا لي لو حد عنده اي سؤال. خلوني افتح الواتساب. لو حد عنده اي سؤال ممكن يكتبه في الشات. لو تمام خلونا نكمل. طيب مفيش اسئله. طب انا بتكلم بسرعه ولا السرعه تمام عادي؟ انا بس مش حابب اطول في الحاجات اللي هي كلام ما فيهاش اي حاجه تطبيقيه قوي يعني، او ما فيهاش سيتويشن. طيب عايزين جدا خلونا نكمل. ماشي. طيب دلوقتي كلام كويس جدا. انا هعمل ايه بقى الصبح؟ يعني احنا بنقول ان يكون في روتين يومي. الروتين اليومي ده اكون بشتغل عليه او بتحرك فيه الصبح بدري، وليكن زي ما كنا بنقول ان انا ببدا يومي والله الساعه 9. ممكن لينك الجروب. طيب مش هبعت لكم لينك الجروب. خلينا نكمل. احنا قلنا ايه؟ في روتين يومي انا اشتغل عليه. طيب الروتين اليومي ده ايه اللي بيحصل فيه او ايه اللي بيتم فيه؟ انا والله ببدا اشوف عامة كده. أنا مثلا معايا، هنتكلم ان أنا معايا بروجكت واحد علشان الموضوع يبقى بسيط. طيب البروجكت اللي معايا ده هعمل فيه إيه؟ والله أنا عندي أهداف. طيب الأهداف دي إيه؟ والله أنا جالي العميل، كمثال لو عميل معايا فريلانسنج مثلا أو جوه شركة، فهنقول هنا الأكونت مانجر جه قال لي والله العميل ده عايز يجيب وليكن 100,000 في الشهر ده. طيب فانا ببدا اراجع ايه؟ براجع والله انا ال 100,000 دول انا قلت ان انا مثلا هجيب منهم 40% في اول اسبوع عشان الرواتب، و40% في اخر اسبوع علشان برضو بدايه نزول الرواتب، و20% في الاسبوعين اللي في النص. دي توزيعه انا قسمتها في الاول. وبرضو عشان لو عندكم اسئله احنا ان شاء الله في السيشنز الجايه، يعني السيشن دي جزء من سلسله سيشنات. السيشنز الجايه هتبقى تدريجي، بنتكلم لو انت جالك بزنس جديد تعمل ايه، تفكر ازاي، تتحرك ازاي، كل الكلام ده ان شاء الله هنغطيه. طيب خلينا بقى نرجع لسؤالنا تاني. انا دلوقتي كنت حاطط الجولز بتاعتي ومقسمها وقايل انا هحقق ايه ومش هحقق ايه. طيب انت جالك دلوقتي ان انت في كيس بتبص انا النهارده يوم 15 مثلا في الشهر وما حققتش اللي انا كنت عايز احققه. يعني كان المفروض يوم 15 كمثال اجيب 50% من المبيعات اللي مطلوبه مني. طيب انا النهارده 15 وما جبتش ال 50% دول. طيب ايه اللي يجي جوه دماغي؟ انا كده عرفت ان انا والله التايم لاين بتاع المبيعات بتاعي متاخر، فانا محتاج ان انا هسكيل اب. دي كيس، احنا كده بنقول كيسز بقى.
دي كده كيس. طيب كيس ثانيه، لا العكس، انت النهارده 15 في الشهر، انت جايب مبيعات كويسه عادي، بس صرفت 80% من البادجت، في حين ان انت كنت المفروض تصرف مثلا من 50 ل 60% علشان تسيب جزء من البادجت لاخر الشهر. كده انا ده جول، راجعت الجولز بتاعتي وعرفت ان في مشكله. طيب كيس زي دي هعمل ايه؟ والله على حسب طبيعه العميل. في عميل بيقول لك مثلا اصرف وليكن 20 30 الف، ولو نتائجنا كويسه هنزود البادجت. دي كيس عميل. طيب وفي عميل تاني، لا في عميل تاني بيجي يقول لك انا معيش غير دول ومش هصرف اكتر من كده. فانت لازم تبدا تاخد اكشنز ان انت تقلل ميزانيتك وتستثمر في الكامبينز او في الحملات او في المنصات اللي بتجيب لك احسن رؤيس. ده كده التو كيسز اللي احنا ايه قلنا عليه. ده لما انا اراجع الجولز بتاعتي في اول يوم. طب انا براجع ده بكتب بقى في ورقه وقلم معايا، او لو انا بستخدم نوشن ان انا اكتب تاسكاتي مثلا او تريلو او ايا كان، بس اكتب معايا كده ان انا والله انا محتاج ان انا ازود صرف، او ان انا اقلل صرف، او ان انا اركز ان انا ازود مبيعات، او ان انا مثلا الرؤاس بتاعي واقع اوفر اول الشهر ومحتاج احسنه. دي كلها حاجات انا كتبتها، انا لسه ما قلتش انا هعمل ايه. طيب تاني حاجه معايا ان انت تبص بصه سريعه على اهم كي بي ايز عندك. طيب يعني ايه اهم كي بي ايز عندك؟ انا والله مثلا راجل شغال اي كوميرس، فانا هبص على ايه باختصار؟ بصه سريعه كده على الداشبورد، هبص على الرؤاس بتاعي، آه عائد الصرف، يعني انا بصرف كام وبيجي لي كام. هبص على السي بي اي بتاعتي على مستوى الكامبينز حتى اوفر اول، او على مستوى الادسет السريع يعني. وابص على السيت ار بتاع الكريتيفز ان الكريتيفز ما اتحرقتش. طيب هبص ازاي؟ عادي افتح الداشبورد، ابص النهارده بتاريخ اليوم الرأس بتاعي ايه. والله انا الرأس بتاعي انا عارف ان المتوسط مثلا 5، طب النهارده 3، فانا كده كتبت والله في مشكله في الرؤاس. طيب النهارده 7، فده تحسن فوق العادي، فهكتب ان الرؤاس زايد معايا في النوتة، وعلى اساس ده هبقى بشوف هو حلو ليه بحيث استثمر في النقطه دي. زي ما كنا بنتكلم ان في حاجات هنطور فيها، ده مثلا تجربه ان الرؤاس كويس دي هنطور فيها. طيب ايه تاني؟ والله ببص لقيت الكوست بير اوردر او الكوست بير اكوزيشن قلت او زادت او ثابته، هاخد ده نقاط معايا كلها بكتبها في ورقه وقلم معايا، وابص على الستار اشوف الكريم. طب لو انا شغال ليدز هبص على الكوست بير ليد باختصار يعني. ده كده ايه، كل دي نوتس انا كتبتها معايا في التو دو ليست. فهي بقى النقطة الثالثة أو النقطة اللي أنا أصلا عشانها ببص على الاثنين دول، إن أنا أبدأ أجهز التو دو ليست بتاعتي بناء على الأرقام اللي أنا شفتها، بناء على الجولز بتاعت العملاء اللي محطوطة. خلاص أنا عرفت دلوقتي أنا عندي رؤاز كويس، عندي لا مثلا السي تي ار واقع معايا النهارده، أنا ما حققتش المبيعات اللي كنت المفروض أكون محققها النهارده 15، وأنا لسه ما حققتش كل ده. انا كده رتبت دماغي. انا كده الساعه كام؟ انا كده كل ده من الساعه 9 للساعه 10 الصبح. دي اول حاجه انا ببدا اعملها. طيب بعد ده بعمل ايه؟ والله انا كده كتبت التو دو ليست الجميله بتاعتي، إيه الحاجات اللي انا محتاج ابص عليها. طيب الخطوه اللي بعد كده هبدا ابص بقى. انا دلوقتي قلت ان انا خلينا نطلع من هنا كتبنا ايه عشان نقول الكيس كامله. انا قلت من هنا ان انا محتاج ازود المبيعات شويه، الرؤاس كويس والكوست بالاوردر بس السي تي ار واقع عن العادي، فانا محتاج ارفعه بحيث ما يخيش معايا في الرؤاس والكوست بالاوردر، وكتبت كل النقاط دي معايا. طيب هاجي هنا بقى اعمل ايه؟ ابدا ابص على الكامبينز اللي موجوده على مستوى الادست ومستوى الادز، وابدا اشوف هي الفانل بتاعتي ماشيه فين. احنا برضو عشان كلمه الفانل احنا هنشرح السيشن ان شاء الله منفصله، يعني ازاي ابص على الفانل كامله واحدد المشاكل اللي فيها، وامتى اصلا تبقى الارقام مشاكل وامتى تبقى الارقام كويسه وهكذا. بس باختصار يعني انا هبدا اشوف انا والله الدروب بتاعي فين. طيب اشوف ده على اساس ايه؟ على اساس عادي خالص ان انا بشوف النهارده واخر 3 ايام واخر 7 ايام اللي احنا بنقولها دايما او بتتقال في كل الكورسات. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا والله هشوف النهارده وليكن انا بصيت لقيت السيت ار بتاعي مثلا 6 من 10،
النهارده. طيب من امبارح كان ايه؟ لا والله ده امبارح كان واحد ونص. طيب وقبله او اخر 3 ايام في رينج من 2 لواحد ونص. طيب اخر 7 ايام برضو في رينج واحد ونص. فانا النهارده الكرياتيفز بتاعتي حصل فيها مشكله. هنتكلم في سيشن تانية عن الكيسز اللي تخلي الست ار يقع فجأة كده. بس باختصار جدا، ممكن اكون انا مشغل مثلا على بوست والتعليقات مفتوحة، وفي حد كده دخل كتب لي في التعليقات تعليقات سلبية، فالناس لما بيطلع لها الاد بيطلع لها التعليقات السلبية، فدي تموت السي تي ار للربع مرة واحدة. آه ده باختصار. بس عامة لا، في كيسز تانية كتير ان السي تي ار يكون ممكن الكريتيف اتحرقت، ممكن في منافسين طلعوا في السوق مغطين عليا جدا في الاوفر مثلا، ممكن انا الاوفر بتاعي مش كويس. كيسز قابلتني مثلا في مشاريع ان احنا نبقى شغالين على حملة مشاهير، والمشهور ده حد بيشتمه الفترة دي، او داخل فعليه باد ريفيو او عليه فوكس قوي من الناس، والناس مضطهدينه الفترة دي، فعلى اساسه الكامبينز بتاعتك انت ما تبقاش اداء كويس. كل دي كيسز موجودة. طيب ببص على ايه تاني في الفانل؟ ببص طبعا على الكونفرجن ريت بتاعي، وببص على اجزاء الفانل على حسب. يعني انت لو الفانل بتاعتك معموله ان انت مثلا شغال على لاندنج بيج، فانت عارف ان انت بتبص بصوره اساسيه على سي بي ار وكونفرجن ريت. طيب لو معموله على فانل كامله على ويب سايت، وانت بتبص على الاد تو كارت، بتبص على التشيك اوت، بتبص على التشيك اوت، بتبص على البيرشز، بتشوف الدروب فين، الناس طيب واقفه فين، ما بتكملش بعد انهي خطوه. وهنقارن ده برضو بآخر 3 أيام وآخر 7 أيام. طيب خلونا ده كده إيه بالنسبة لجزء الفن. ببص بقى على مستوى الأدز، المستوى الأدز ومستوى الأدز. طيب بعمل إيه بقى؟ أنا بصيت وشفت والله وعرفت إن في مشاكل، ببدأ إن أنا آخد قرارات. باخد قرارات إيه؟ والله أنا الأد ده وقع معايا جدا النهاردة، السي تي ار بتاعه وحش ورفع الكوست بير كليك بتاعتي، فأنا مثلا هوقفه. انا والله الاد ده مثلا زي ما بنقول الكيس ان هو عليه تعليقات سلبيه، فانا والله هفتح البوست وامسح التعليقات دي. او لا انا الكرييتيف دي كويسه، وانا معايا كرييتيفز تانية شبهها، فهبدا اخد اتست الكرييتيفز التانية. دي كلها الاكشنز اللي انت ممكن تعمل. طبعا في اكشنز اكتر من كده تفصيلا يعني، بس باختصار ده برضو في فريم الوقت بتاع التحليل بتاع الحملات والتشيك ليست السريعه بتاعتها. بتبدا خلاص تاخد الاكشنز دي وتبدا ان انت تنفذها. طيب عندنا ايه تاني؟ احنا كده اتكلمنا على تعديلات الكامبينز نفسها، ما اتكلمناش على فكره الميزانيات نتحرك فيها ازاي. طيب عندنا النقطه اللي بعدها نقطه الميزانيات. انا ببدا اشوف والله انا آه الكامبين اداها كويس ولا وحش. طب الكامبين دي هزود صرف فيها، لا الادسет دي اداها مش كويس النهارده فهقلل فيها شويه. دي من الاكشنز المهمه. ومن الاكشنز المهمه ان انت تدي بيها الارم للعميل او للاكونت مانجر. بمعنى والله انا صحيت، خلينا نرجع تاني سلايد. انا صحيت هنا الصبح وانا ببص على الرؤاز والكوست بير اوردر والسي تي ار، لقيت الدنيا جميله جدا. في العادي مثلا الاوردر بدفع عليه 10 ريال، النهارده الاوردر جاي لي ب 2 ريال وجايب 30 اوردر مثلا كمثال. طيب خلاص انا هعمل ايه؟ انا على اساس ده الكامبينز حللتها كويسه، وعايز ازود كرييتيفز وعايز ازود ميزانيات، فهبدا على الاساس ده ابلغ العميل او ابلغ الاكونت مانجر. دي نقطه مهمه. وان كان رساله، مش لازم نروح نديله ابديت كامل، لا رساله والله يا جماعه انا اداء الحملات النهارده كويس مثلا، والناس الرواتب نزلت او الناس معاها فلوس او ايا كان الكيس السبب في النتيجه الكويسه دي، فاحنا محتاجين النهارده مثلا نصرف ضعف الميزانيه اليوميه اللي بنعملها. دي نقطه مهمه بقى، بتبين ان انت ميديا باير مبتدئ او جينيور، وبين ان انت خلاص بدات تبراكتس بقيت فاهم. طب ليه؟ انا والله كحد مبتدئ ممكن الاقي فرصه كويسه واقوم رايح مزود الميزانيه. ماذا بعد؟ الكامبين هتقف عشان الفيزا ما فيهاش فلوس والاد اكونت مش عارف يسحب، بوظت الكامبينز. طيب لا، لو انا حد فاهم بزنس، فاهم معايا كذا اكونت قبل كده وعدى عليا خبره وقت، لا انا هروح ابلغ الاكونت مانجر. يا مهران مثلا، مهران الاكونت مانجر، يا مهران والله احنا بنصرف في العادي مثلا في اليوم 1000 جنيه، انا النهارده ممكن اصرف 3000 جنيه، بعد اذنك حط لي في الكارت رصيد زياده.
او لو بتضيف بقى اي كان وسيله الدفع فوري، او انت في السعوديه بتضيف فيزا او ايا كان. المهم يعني وفر لي فلوس النهارده علشان اخد اكشن على اساسه. طيب ده هيفرق معاك في ايه؟ ده هيفرق في تقييمك انت. ما انت دلوقتي لو انت زودت الميزانيات وبعدين الكارت وقف، وانت رحت قلت الاكونت مانجر لا دي غلطه العميل ان هو مش موفر فلوس في الكارت، ماذا بعد؟ ما انت ستيل تقييمك انت او اداء البيزنس متضرر. فلازم يكون في كوميونيكيشن كويس بينك وبين العميل، بينك وبين الاكونت مانجر، حتى لو في اسباب رفض. يعني كمثال انت بتقول للعميل احنا محتاجين نضيف فلوس، فقال لك لا والله مش هينفع مثلا. او حاول دايما تدخل في ديتيلز اكتر. طب ليه؟ ايه المشكله؟ طيب هل المشكله ان انت مش حاسس ان النتائج النهارده كويسه، ولا في مشكله في الكاش فلو، ولا شركه شحن ما حولتلكش فلوس؟ حاول تتكلم في تفاصيل. ده هيرفع من قد ايه انت فعلا حريص على البيزنس. يعني يمكن ده كلمه دايما كان حد بيقولها لي، بيقول لي الفرق بين السينيور وبين الميديا باير العادي اللي مش سينيور، ان السينيور بيبص على البيزنس اوفر اول. طيب الميديا باير لا عادي، الميديا باير بالنسبه له سناب حلو بسم الله ما شاء الله، يلا نحط اصفار في الادسات. ودي حاجه دايما يمكن انا في بدايه شغلي كنت بغلط فيها جدا. انا فاكر ان انا كنت باخد اللابتوب معايا بره واقعد ازود اصفار في الادسات طالما هي بتجيب. العميل معهوش فلوس في الكارت والكارت هيقف، بس انا بره عني انا المهم النتائج معايا كويسه. بس ده غلط، دي سطحيه في الشغل. طيب لا، الصح نعمل ايه؟ صح ان انا دايما ادي فيدباك ان انا معايا كريتيفز كويسه محتاج اصور زيها. فيدباك ان انا معايا ميزانيه قليله دلوقتي وهزودها خلال اليوم فمحتاجين نزود. فيدباك ان انا الكريتيفز اللي معايا مش اجمل حاجه في الدنيا ومحتاج ان هي نجيب كريتيفز. طيب ده باختصار جدا الجزئيه بتاعه الميزانيات وهكذا. احنا هنتكلم دلوقتي برضو عن الريبورتس والكوميونيكيشن بتاع التيم ان ديتيلز. بس خلينا نقول لو حد عنده سؤال خلينا نفتح الرسائل تاني. انتوا كنتوا عايزين لينك الجروب، حاضر هبعت لك لينك الجروب. حد عنده اي سؤال تاني؟ طيب طيب عايز اعرف الماتريكس بتاع كل فانل. طيب هنشرحها في سيشن منفصله علشان بس تكون اوضح يعني. ماشي يا احمد، اتفضل انت عامل ريزون. هو الداون سايزنج دي اللي احنا بنقلل البادجت او بتاعت الكامبين او كده. بالظبط يعني على مستوى الكامبين ان انت تقلل ميزانيه الكامبين، او ان انت اوفر اول الاداء اكونت او البيزنس ان انت هتقلل ميزانيات عامه. يعني كمثال انت لقيت ان انت الفتره اللي فاتت اختبرت حاجات كتير وفيها مشاكل، فخلاص لا انت لازم توقف حالا وتركز قوي على الحاجات الكويسه بس. بس هو انا جربت الموضوع ده قبل كده، حصلت معايا كان في كامبين كان جايبه نتائج كويسه، مم. فانا حبيت ان انا اقلل، بس لقيتها فجاه قامت رايحه ضاربه مني، ولقيت سعر البرشيز عالي الضعف تقريبا. طب ما هو ثانيه واحده، انت اصلا لو كامبين كويسه مش بنقلل. يعني المفروض لو الكامبين احنا بنقلل امتى؟ يعني زي ما بنقول كنظام عقاب للكامبين، ان هي نقلل الصرف ليها فالناس فالمنصه يعني تحس ان لا الكامبين بتخيش. انما ان انت اه كامبين كويسه، انت المفروض الكامبين الكويسه بتحلل هي كويسه ليه وتزود في الكويس ده. يعني كمثال انا عندي كامبين فيها مثلا 4 ادس، هي كويسه علشان في ادس منهم الرئيس بتاعه كويس جدا، الباقي عادي. فانا لما هزود ميزانيه هزود في الادس ده بس. او لو انا حتى الكامبين سي بي او ممكن اخد اكشن مثلا ان انا دبليكيت الكامبين و دبليكيت الادس دي قصدي، وازود ميزانيه على الكامبين كلها. فيعني خلينا نتكلم في حته الاوبتمايز بتاع الكامبينز. والله ممكن اعمل لها سيشن ان شاء الله لوحدها، يعني الاوبتمايز. وفي كده كده سيشن عن السكيلينج هتنزل ان شاء الله الفتره الجايه. طيب في سؤال، انا لو بعت لكم لينك الجروب، طب هل الكلام ده اقدر اطبقه على السي او؟ بصوا انا مش بشتغل اس او بايدي والله الحقيقه، بس عامه احنا بنتكلم على فريم ورك اكتر مبني على الميديا باير.
يعني كرؤاز وكوست اوردر وكده. في الاس سي او الدنيا مش ما فيهاش المتركس دي قوي. بس ممكن لو حد بيشتغل اس سي او اكتر هو اللي يقول لك على المتركس دي. بس كفريم ورك عامه، وده والله انا وصلت له بعد وقت فاهم يعني كويس، ان انت تبقى عارف ان انت تنظم يومك، ان انت ما تصحاش اليوم. يعني انا اكتر يوم مثلا ما بحبوش ان يكون غصب عني لازم ادخل ميتنج اول يوم، فبالتالي ما اليوم باظ مني. انا دخلت ميتنج، فالميتنج ده طلعت منه بحاجات المفروض اعملها، ما رجعتش بقى عملت الحاجات اللي انا عايزها، فده بيبقى يوم يعني ان شاء الله ايامنا كلها كويسه، بس بيبقى يوم سيء بالنسبه لي في الشغل. طيب احسن ايام بتكون ايه؟ الايام اللي انا اللي ببدا اليوم، انا اللي برتب اليوم وبيمشي على مزاجي. فعامه اظن ده في اي شغل، مش بس كبرفورمانس ماركتنج يعني. طيب في سؤال من طه، كان بين البي ماكس ترفع امتى؟ لو انت تقصد السيشنز بتاعت بركات، هبقى ابعت لكم برضه لينك الجروب بتاع بركات في الجروب عندي. بس لو انت تقصد السيشنز بتاعت بركات، في اخر كامبين، اخر سيشن كانت تقريبا كامبين سيرش، وهي ان شاء الله بتترفع النهارده. مش فاكر اصلا ان هي كانت بي ماكس إيه. لو تقصد ده البي ماكس هيشرحها امتى، فممكن سيشن بكره، او لا مش عارف الكونتنت بتاع السيشن بكره ايه والله. طيب عندكم اي اسئله نكمل ولا عندكم اي اسئله؟ الاول يا احمد انا جاوبتك صح؟ احمد اشرف انا جاوبتك تمام. يعني جزء تفصيلي قوي بتاع تحسين الحملات ان شاء الله نتكلم فيه فيما بعد يعني. هو انا كان غرض ساعتها ان انا اقلل السي بي بي. يعني انا تقلل السي بي سمعت بي. حد ان هو لو انا عملت الحركه دي هقلل السي بي بي. طيب بص هشرح لك باختصار سريع احنا ازاي اصلا نفكر ازاي نقلل السي بي بي. دلوقتي السي بي بي هي نتيجه الاجزاء اللي قبل كده في الفن. طب بص خلينا نكمل، ولو انت مكمل لاخر السيشن هقف لوحدها واشرحها لك يعني. تمام. ايه الحاجات المهمه اللي ابص عليها في حملات جوجل اللي اقدر احكم بيها على انها حلوه او لا؟ طيب حملات جوجل كده كده انت بتقدر برضه تسيت فانل كامله لحملات جوجل. بس المختلف شويه في الكامبينز على جوجل ان كل كامبين مش بس بنبص فيها على الفانل. يعني ايه؟ يعني مثلا كامبين السيرش في حاجه مثلا اسمها الاوكشن انسايت، انت بتدخل تشوف مين الناس اللي بتنافسك او بتنافس الحمله بتاعتك دي. فكمثال مثلا انت بتبيع ملابس، ودخلت لقيت في الناس اللي بينافسوك دول مثلا ايه؟ كوكو اند اس مثلا. انا ما اعرفش كوكو اند اس بيبيع ملابس ولا لا، بس كوكو اند اس اصلا بيبيع حاجات ترندي وحاجات مختلفه وكده. فانت كده الكامبين اوفر اول محتاجه تحسين بقى في الكي ووردز، تحسين في الهيدلاينز بتاعك وهكذا. فتحسين حملات جوجل مختلف شويه. بس اوفر اول انت ممكن تبص في ايه في الحملات؟ انت ممكن تبص عادي على الفانل كامل. بتبص على ايه برضه؟ بتبص على الكوست بير كليك، بتبص على السي تي ار بتاعك. كل نوع كامبين في جوجل له سي تي ار منطقي او رينج سي تي ار منطقي. يعني مثلا كامبين سيرش براند، انت كل ما السي تي ار بتاعك يزيد فده كويس. كامبينز السيرش العاديه انت بتلعب مثلا في السي تي ار 10 فيما فوق. سي تي ار 10 ده في كامبين زي تيك توك او منصه زي تيك توك فوش في حاجه غلط، انما في جوجل ده منطقي. ده باختصار. انا بحاول بس نغطي النقاط ما نستفدش فيها بره التوبيك بتاعنا النهارده يعني. بالنسبه للجزئيه بتاعت التحسين هحاول اكلمكم فيها في الاخر ان شاء الله. مش شكرا لك. حد عنده اي سؤال تاني ولا نقفل الرسائل تمام؟ عمرو ماشي، عمرو اتفضل. انت كنت قلت هي على تيك توك حاجه غلط، قصدك اللي هي غلط عاليه ولا غلط لو اقل عاليه بكتير؟ قوي كده في الغالب انت مشغل كامبين سمارت وهي بتجيب ترافيك من بره تيك توك، مش دايما بيبقى احسن حاجه يعني. يعني انا بتحصل كيسز معايا مثلا وانا شغال، انا ساعات في ميتا بجيب 6 ار 6 مثلا في كرييتيفز ببقى مشغل عليها قران. ده بجد مش ترول يعني، بس انا في حصلت معايا كيسز دي في اكونتات. لكن مثلا تيك توك مريب يعني. تيك توك ممكن بكل بساطه النهارده الكامبين قررت تجيب لك ناس هنود، لان برضو الكامبينز السمارت بتودي الترافيك في العاب وحاجات. فانت مثلا بيفتح الفيديو يستنى لحد ما يعدي مثلا 10 ثواني ويعمل سكيب. فده اه المنصه بتحسبه لك سي تي ار، بس ده مش بيبقى كويس.
فهمتك. تمام. شكرا. في سؤال، حدنا اشتغل مجال الكتب في مصر؟ لا، انا مش شغال في مجال الكتب في مصر. انا معظم اصلا شغلي حالا يعني السعوديه والخليج، او السعوديه والكويت تحديدا يعني. معايا عملاء في مصر بس قليلين جدا. خلونا نكمل كلامنا. طيب احنا بقى عندنا نقطه بتاعه الكوميونيكيشن، ونقطه الكوميونيكيشن دي احنا اتكلمنا فيها شويه في ان احنا نعرف العميل، لو احنا هنسكيل، لو احنا هنزود ميزانيه، لو الحاجات الكتير دي كلها. طيب خلينا نحط الكوميونيكيشن في نقاط مهمه يبقى كويس بالنسبه لي. طيب انا الكوميونيكيشن ده الكوميونيكيشن ده مع التيم او مع الكلاينت. طيب لو مع الكلاينت، لو امتى؟ لو انا الشركه اللي انا شغال فيها بتخليني اتعامل مع الكلاينت، او انا معايا كلاينت فريلانس، او احنا شباب مع بعض شغالين وانا موكل ان انا اللي اكلم العميل، ايا كان بقى الكيس، او انا العميل ذات نفسه يعني. طيب انا يعني ايه بقى بدي ابديت؟ انت بتبدا ابديت واضح بالحاله. زي ايه؟ زي والله احنا يا جماعه النهارده بنصرف مثلا ميزانيه، نفس الميزانيه المتوسطه اللي احنا متفقين عليها، اللي هي وليكن مثلا 1000 ريال في اليوم. دي الميزانيه اللي احنا متفقين عليها. الكرييتيفز اللي شغاله نفس الكرييتيف اللي اشتغلنا عليها امبارح، ما فيش حاجه جديد. احنا محتاجين مثلا ان احنا نطلع كرييتيف جديده، او الوضع مستقر، الوضع غير مستقر، الحملات في تحسن، في مشاكل عندنا. كل الكلام ده انت بتصيغه في صوره ابديت. طيب الابديت ده هل له تمبلت؟ يعني هل انا ممكن اقول لك بعد ما نقفل يا جماعه ابعت لكم على الجروب تمبلت للابديت؟ في الحقيقه لا. طيب كل شركه او كل مكان او كل شخص بيعمل نفسه ابديت. الفكره بس ان انت حاول تخلي الابديت ده بسيط. يعني انت مش بتقفله برزنتيشن عشان تقول له عملت ايه امبارح. لا، انت باختصار جدا، اذا كنت اصلا بتبعته له كل يوم، انت في العادي مش بيبقى بتبعت كل يوم، مثلا يومين في الاسبوع او ثلاثه بالكثير. بس انت باختصار بتقول له والله ايه الكويس وايه الوحش، احنا هنتحرك ازاي الفتره الجايه، هل هنزود صرف، هنقلل، هل مثلا لو بتسأل على ستوك منتج، ستوك المنتج ده موجود ولا خلص. انت لاحظت مثلا حاجه اتعدلت في الويب سايت وانت مش شغلك انك تعدل في الويب سايت، وممكن تساله عليه، ايا كان بقى. بس حاول تقلل الكوميونيكيشن ويبقى واضح. يعني ايه؟ يعني مش هقول له صباح الخير فاستنى يقول لي مساء الخير، فاقول له كامبينز حلوه، فيقول لي طب ايه اللي كويس، لا، ما تروحش تحكي، ما تهلكش وقتك في اليوم. انت الشخص العادي يقدر يدير يعني لحد 10 اكونتات عادي. ولو بقى خبره ويقدر يخلي حد يسبورت معاه، ممكن الرقم ده يزيد عادي. وبرضه بيزيد على حجم الاكونت. يعني مش بقول لك 10 اكونتات كل اكونت بيصرف مليون ريال في اليوم مثلا، لا يعني هي حسب حجم الاكونت. بس الشاهد من الموضوع ان انت حاول دايما الكوميونيكيشن يبقى قليل وكويس. طيب يعني ايه؟ يعني انا هبعت له رساله طويله شويه بس متقسمه، الحملات مستقره، الرؤاس بتاعنا مثلا كذا، او احنا ماشيين على نفس التارجت بتاعنا، حققنا مبيعات وليكن مثلا 50% من مبيعات الشهر، والمنصات اللي شغاله مثلا ميتا وتيك توك وسناب شات، ومن خلال اليوم نطلع حملات على جوجل مثلا. ده صوره ابديت. وممكن لو انت بتطلب من العميل بصوره مباشره او بتطلب من الاكونت مانجر، تقول له مثلا محتاجين 1 2 3، 1 2 3 دي فيها انت محتاج ايه كمحتوى، مثلا محتاج ايه كفلوس في الفيزا، محتاج ايه كتعديل حاجه في الويب سايت، ايا كان الشيء اللي انت محتاجه وبره مهامك انت التنفيذيه، محتاج مثلا تاسكات متاخره او كده. ده الجزء بتاع الابديت. انا بس الشباب اللي رافعين ايدهم خلونا يعني اخلص الجزء ده وهجاوب وهنتكلم، فسيبوا ايدكم مرفوعه. طيب الكريتيف تيم، احنا يعني حالا بالذات بعد الفتره الاخيره لما خلاص الاي اي فعلا هو اللي بيدير الكامبين، وان الكامبين البرود بقت بتجيب كويس، والكامبينز الادفانتج بقت شغاله كويس عادي فعلا في معظم الاكونتات، وان كان ساعات اكونتات جديده. فانت مينلي شغلك على الكرييتيف. طيب هنتكلم بقى تفصيلا، احنا بنشتغل ازاي على الكرييتيف في سيشن ثانيه ان شاء الله. بس عامه بصوره مختصره، انت شغلك لازم يكون بتتواصل مع الكريتيف تيم. طب الكريتيف تيم ده اللي هو فيه مين؟ الكريتيف تيم ده اللي هو فيه مثلا الكونتنت كريتور اللي معاك، اللي فيه الديزاينر، اللي فيه الفيديو اديتور، دول مع بعض كده اسمهم الكريتيف تيم. مين اللي بيبقى دورك اكتر انك تتكلم مع
الكوبي رايتر او الكونتنت رايتر اللي موجود معاك، او هيد اوف كونتنت لو انت بتدخل تاسكات له، او ايا كان انت بتدخلها عن طريق حد مثلا كوردينيتور او عن طريق ترافيك مانجر. كل دي مسميات تختلف حسب الشركه. بس في اختصار انت دايما بتحاول توجه الكريتيف تيم. يعني شغلتنا كميديا بايرز قوي دلوقتي، يعني الميديا باير اللي بيصرف ارقام كويسه كل فكره انا هجيب كريتيفز عامله ازاي، مش اي حاجه تانيه. طبعا في حاجات مهمه زي المنتج والخدمه اللي انت بتسوق لهم، الكلام ده كله محترم، بس الشاهد من الموضوع ان الكريتيفز مهم. فبرضه لازم يبقى الكوميونيكيشن بتاعك مع تيم الكريتيف واضح. يعني كمثال، ما اروحش اقول له احنا عايزين كريتيف مناسبه للعميل، دي جمله سطحيه. لا، انا محتاج اقول له والله انا كنت شغال وطلعت ان في نقاط ضعف عند العملاء، واحد اتنين تلاته، وليكن مثلا نقطه ضعف عند العميل. انا مثلا كمثال بعمل ايه؟ بسوق مثلا لشركه شحن. فانا والله نقطه الضعف الاولى ان الطلبات ما بتوصلش، رقم اثنين ان المناديب بيتلفوا المنتجات. فانا محتاج اعمل محتوى فيديوهات مثلا او محتوى ديزاينز اتكلم فيه عن ان انا كشركه شحن المشاكل دي مش عندي، المشاكل دي انا بحلها. فده كده انا بوجه الكريتيف تيم يتحرك ازاي. طب ممكن ايه تاني؟ ممكن في نفس الرساله اللي ببعتها له او ايا كنت بتتواصل معاه على ايه غير كده، تبعت له كمان ريفرنس للفيديو اللي انت بتفكر فيه او في شكل الديزاين. ده باختصار جدا الحته بتاع الكريتيف تيم. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا بقى فكره ان انت خلاص خلصنا كوميونيكيشن، خلاص عملنا التو ليست بتاعنا واشتغلنا عليها، الدنيا دي تمام. انت بتبدا بقى تدخل في لوب. اللوب دي شغاله ان انت والله انت بتحسن ليل نهار. طيب ازاي؟ انت بتحلل وتحسن. طيب بمعنى انا والله انا دلوقتي مثلا، وليكن انا دلوقتي الساعه 1 مثلا الظهر. طيب انت عملت ايه بقى الصبح؟ انا والله زودت ميزانيه في الكامبينز الكويسه، وقفلت الادز اللي كانت مخيشه، كل دي حاجات انت عملتها، انت كنت كاتبها لو فاكرين في اول اليوم. فهنا بقى وقت ان انت تحلل نتائج الحاجات دي. والله الادز اللي انا طلعتها يا دوب بدات تسحب ريتش يعني، او تسحب من البادجت وتجيب كلاينتس وكده. طيب حلو قوي، السي تي ار بتاعها ايه؟ والله ده جابت عدد امبريشنز كويس ان انا اقدر احكم عليه. طب والله انا مطلع 5 كرييتيف، في 4 منهم مقبولين او كويسين، وفي واحد وحش جدا، فانا لا هوقف الوحش ده او اللي هو السي تي ار. طيب سامعيني كده تاني؟ عذرا، ده عطل فني. لونا. طيب سمعنا الجزء بتاع التحليل ده صح؟ طيب حلو. زي ما كنا بنقول، يعني احنا دلوقتي عندنا الجزئيه دي ان انا بقعد احلل بقى الحاجات اللي انا عملتها او الحاجات اللي كانت شغاله عامه، وابدا احسن عليها واخد اكشنز وكده. ده باختصار جدا اللي انا بعمله في الحته دي. احنا هنتكلم عن ايه تاني؟ نتكلم عن التستنج. آه خلينا نخلص الجزء بتاع التستنج، ولو حد عنده اي سؤال انا فاكر عمرو واحمد عندهم اسئله، وخلينا نخلص الجزء ده ونخلص. طيب أنا دلوقتي وصلت مثلا للساعة 1 كمثال، وحطيت وعملت كل الكلام الجميل اللي أنا عملته، وكلمت التيم وقلت لهم أنا عايز أعمل إيه وكده. طيب في العادي أنا ممكن أعمل إيه بقى باقي اليوم؟ إحنا قلنا إن أنا كل حاجة خدت فيها أكشن فببدأ أحللها وأحسنها. طيب ممكن أعمل إيه تاني؟ والله أنت المفروض في يومك، أو مش ملي كل يوم، بس على الأقل في فريم شغلك يعني، إن أنت تبقى عامل تيستنج كده شغال ازاي. التستنج ده يعني ممكن نقول تستنج سيستم. انت كل شويه هتجرب حاجات جديده. طيب ده ليه الاول؟ يعني خلينا نقول ليه انا اصلا بعمل تستنج سيستم. اول حاجه، في قاعده ثابته كده ان الكامبينز الكويسه دلوقتي مش هتفضل طول حياتها كويسه، ممكن عادي بكره تلاقيها باظت. وساعات زي ما بقول لكم كده بيبقى السبب خارج عن ارادتك. مثلا انت بتبيع عسل مثلا في السعوديه، وفي منافس قوي جدا قرر يبيع بنص الثمن، وبيصرف مليون ريال في اليوم مثلا. مفيش حد بيصرف الارقام دي، بس
بيصرف رقم كبير جدا في اليوم فمغطي عليه، او طلع كامبينز كبيره او عمل كامبين مشاهير مثلا. فانت بالتالي انت مش في ايدك حيله، الناس بتشتري منه، الناس واثقه فيه اكتر، فانت الكامبينز بتاعتك ضرب. طيب دي كيس، في كيسز تانية كتير جدا تبوظ المنصه قررت ان هي تبوظ الكامبين يعني. ودي كيسز موجوده، ان هو حرفيا انت لما بتدبلكيت الكامبين بتشتغل عادي، بس هي المنصه قررت ان هي عمرها خلص، ان الكامبين الاولى عمرها خلص. طيب انا عشان اتفادى بقى المشاكل المفاجئه دي بكون عامل ايه؟ انا والله بكون عامل تيستنج سيستم على مستوى اليوم او على مستوى الاسبوع. يعني انا والله متفق ان انا كل اسبوع مثلا هحط ميزانيه من 10 ل 20% هختبر حاجات معينه، او كل يوم هحاول ان انا من 10 ل 20% اخد ادست على جنب كده اطلع فيها كام اد تست فيهم حاجه، على حسب برضه ميزانيه العميل وحجم العميل. ما يبقاش في عميل مثلا بيصرف في اليوم 500 جنيه وانت عايز تاخد 20% منهم تتست بيهم في كامبينز، لا اصلا 20% منهم رقم قليل. فلا يعني خلينا منطقيين شويه. طيب ايه اللي انت هتختبره؟ والله هتختبر بقى ان انت تحط اودينس معين، تختبر بليسمنت معين، تختبر بوك، تختبر اد كوبي، ايا كان انت هتختبر ايه. بس ركز بس وانت بتختبر ان انت زي ما كنت بقول لكم تختبر حاجه واحده يعني، ما تختبرش اكتر من حاجه مع بعض. طيب هديكم مثال بموضوع الاختبار ده، موضوع مثلا البليسمنت كمثال. طيب البليسمنت انت ممكن تختبر بليسمنت كتير عادي جدا. ومثلا من الحاجات الشائعه ان فيسبوك مش بيبيع في السعوديه. انا كان معايا مشاريع بتبيع على فيسبوك عادي في السعوديه، دي مثلا كيس. طب دي عملتها ازاي؟ يعني كنت بعمل تحليل معين كده للكامبينز وبريك داون، لقيت ان انا عادي جدا بيجي لي ناس من فيسبوك ترافيك، فبدات ان انا اجرب اطلع عليه ادز وكان الرئيس بتاعه محترم جدا، مقارنه بانستجرام كمان. دي مثلا كيس. تجرب اودينس معين بان انت مثلا والله انا عامل كاستم اودينس، عامل فيديو تارجتنج للناس، او ان انت تجرب كوبي معينه او سكريبت معين في فيديو متصور، او فيجوال هوك، ايا كان هتختبر ايه. بس ركز ان انت بتختبر حاجه تكون عارف انت بتختبر ايه. يعني مثلا والله انا الادس دي عاملها فيها كاستم اودينس، فانا مركز ان الادس دي اشوف والله جابت نتائج ولا لا. طب السي بي ام بتاعها عالي قوي ولا لا؟ حاطط مثلا لوك لايك اودينس، طيب السي بي ام رفع معايا قوي ولا منطقي؟ طيب حتى لو رفع قوي هل السي تي ار كويس ولا قليل فرفعت عليها الكوست؟ وتحليلنا للفانل انا بحاول اهرب منه في الكلام دلوقتي عشان نتكلم عليه في السيشن جايه ان شاء الله. طيب برضو نفس النقطه ان انا بحلل وبطور الحاجات اللي انا شغال عليها طول اليوم. بقى بيبقى يومي كله في اللوب بتاع ان انا احلل وامبلمنت. طيب في نقطه، انت مش كل دقيقتين هتعمل بريك داون للكامبين. برضو ممكن حد يعمل كده بس لو بيصرف ارقام كبيره فعنده منصات كتير، فحرفيا بيبقى بيخلص المنصات ويروح يجيبها تاني من الاول. طيب في كيسز ثانيه، لا انت معاك مثلا 3 اكونتس، فانت بتعمل ده في اكونت وتروح تعمله في الثاني وفي الثالث. دي مثال. برضه في حاجه انا لما باجي كمهران، يعني لما باجي ابص على الاكونتس انا بحب اخد كل اكونت لوحده. في ناس ثانيه بتعمل الخطوات دي في كل الاكونتات مع بعض، يعني مثلا لو عنده 3 اكونتات فبيبص بصه سريعه على الكامبينز كلها مره واحده. لا انا يعني مش عارف دي حاجه صح احسن حاجه ولا لا، بس انا بحب اخد الاكونت مع بعضه لو انا معايا سبيس وقت. طيب لو انا بادئ يومي متاخر مثلا، انا في العادي ببدا 9 وبدات 10، فلا بحاول بس ابص اوفر فيو بسرعه كده. يعني هي برضو ايه، مش قاعده ثابته، بس انا بحاول ان احنا نطلع بالنقاط اللي تساعد يعني. خلونا ناخد اسئله هنا. انا هفتح لكم الشات و... واحمد فتح ايده، رفع ايده قصدي، احمد اشرف وفي احمد، وكان في عمرو رفع ايده ونزل. فخلينا احمد اشرف لو عايز تفتح المايك اتفضل. وانا كان عندي سؤال بخصوص حته الكوميونيكيشن. كان في عميل معايا هو بيصرف يوميا من 1000 ريال ل 3000 ريال. مم. بس هو كان عامل لي توتر، هو دايما فاتح الداشبورد حتى لو مم. انا في مرحله التستنج والحمله مثلا لسه ما جابتش نتائج او جابت نتائج بس مش افضل حاجه. مم. فكان دايما كل شويه اتصال. طيب بص، هو يعني هقول لك ايه، هقول لك جمله هي مش بهدف والله الاهانه للعميل يعني، بس خد الناس على قدر عقولها. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ممكن اتعامل مع عميل حرفيا ميل التواصل معاه ان انا بقول له ما تخافش انا عارف انا بعمل ايه.
او انا اسبق عنه صباح الخير يا استاذ كذا، احنا بنعمل 1 2 3. دي كيس. في عميل تاني بيحب مثلا ايه، ودي بشوفها ان انت مثلا تقول له ان هو فاهم، فده نظام برضو انك تهندل العميل. فعادي جدا ان انت تقول له انا عارف ان حضرتك فاهم ان احنا بنتست، فهو يحس والله ده الراجل ده مهتم ان انا يقول لي هو بيعمل ايه. ما حاول دايما ابعد عن الصدمات، حتى مع لو اكونت مانجر برضو، ان انت تتصادم معاه. يعني يمكن انا بقول لكم والله الحاجات دي، يمكن انا كنت بغلط في الحاجات دي زمان. يعني انا فاكر من احسن اكونت مانجر اللي اشتغلت معاهم، اول تعامل في بدايه شغلي كان فعلا في كلاشات، وكنت بقول لا انا مش هشتغل معاه تاني بس حالا والله من اعز الناس يعني. فالشاهد من الموضوع ان انتوا عادي جدا تقبل اللي قدامك، لان اللي قدامك زي ما بيقولوا ايه، مش هيبقى بيشتغلك يعني. طيب في كيسز عملاء بتشتغل الناس عادي، في عميل مثلا بيبقى شايف النتائج كويسه وبيجي يقول لك هي الدنيا مش كويسه دي مثلا، فده انت محتاج تديله تحليل واضح. لا النتائج كويسه، احنا الشهر اللي فات كان فيه 1 2 3، احنا الشهر ده عاملين نمو مثلا برقم معين. ده باختصار. فانت زي ما بيقولوا ايه، حاول تهندل العميل، حاول تكسب العميل، ما تخسرش عميل. امتى يخسر العميل؟ لو بيهددك لدرجه انك مش عارف تشتغل في الاكونتات التانيه، بعد وقت من الهندله ما عرفتش اعتذر له. لو انت برضه دي نقطه، لو انت كشخص ميديا باير، ودي نصيحه يعني، بقى معاك عدد مشاريع كويس، ممكن عادي جدا تجيب حد زي ما بقول لك ايه، خلقه واسع، يرد هو يكلم العملاء، بس تكون واثق فيه عشان ما يسرقش منك عميل او حاجه. دي كيس برضه. خلينا احمد، في احمد بس روح تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا محتاج أستفسر من حضرتك، لما بعمل إعلان على مكان محدد أو تحديد البليسمنت عموما، لو أعمل على مثلا قرية محافظة ولا قرية، هل لو عملت على قرية هل الإعلان هيبقى مكلف أكتر من لو عملته على زودت البليسمنت أو محافظة كاملة؟ طيب بص، هو كل ما بتضيق باختصار كل ما بتضيق المسافه، كل ما السي بي ام بيرفع، فبالتالي بيرفع معاك التكلفه كلها. الحل الاحسن انك في المحتوى نفسه اللي طالع بيه تستهدف المكان. يعني كمثال انا مثلا والله عايز استهدف طنطا بس كمثال، او المنصوره بس، فعادي جدا ان انا في اول الفيديو اقول لو انت من سكان طنطا فالخصم ده ليك. فاوتوماتيك هيحصل حاجتين، اول حاجه الالجوريزم هيفهم، لان الالجوريزم دلوقتي شاطر جدا فبيفهم الكونتنت رايح لمين. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو انا من المنصوره وجيت الفيديو اوله لو انت من طنطا، في الغالب مش هكمله 90%. يعني انا مثلا في انا قاعد في طنطا، فمثلا اي اعلان بيطلع لي انت لو انت من سكان المنصوره مش بشوفه، حتى لو هو طلع لي او فيديو عامه، مش لازم حتى يبقى مدفوع. فدي نقطه. انت حاول دايما تستهدف بالمحتوى. طيب انت بقى بتستهدف مثلا مدينه جوه المحافظه، او مدينه صغيره، او مركز تابع لمدينه، فعادي جدا كمثال مثلا انت بتستهدف محلات كبرى، فممكن جدا تختار المحله الكبرى نفسها، وفي يعني مش تضيقها قوي، يعني ما تاخدش المحله اماكن صغيره فيها، لا مثلا تحدد المحل عادي، بس في استهدافك او في الفيديو بتاعك اللي انت تكون شغال عليه او الديزاين، تبقى كاتب مثلا لاهالي المحل او لسكان المحل، او لو انت مقيم في المحل، او لو انت جاي المحل النهارده تشتري ايه، زي الفيديوهات مثلا اللي بيجي لك اللي هو ازاي تقضي يوم في طنطا. فالفيديو ازاي تقضي يوم في طنطا ده هو جاي لسكان اهل طنطا عادي، بس هو عامله بطريقه روشه يعني شكرا. طيب سؤال تاني معلش، لو عملت إعلان لمستحضر تجميل، معايا صوتك لازم يبقى بيقطع، لو عندي عملت ايه؟ تصريح. لو عملت إعلان لمستحضر تجميل لازم يبقى عندي تصريح من الشركة المنتجة للإعلان للمنتج ده؟ طيب بص، لا لو انت بتستخدم براند مشهور، فمش تصريح على قد ما انت بس اصلا الادز ممكن تترفض. طيب لو المنتجات عاديه، يعني منتجات مثلا بتتباع على امازون ونون وكده وفي الصيدليات، فده خلاص انت عادي، هو كده كده الادز ممكن تتقفل يعني، بس اصلا انت مش محتاج تصريح قانوني. بس عامه انا مش اوير قوي بسوق مصر، بس حالا في مصر اللي انا فاهمه ان اخر فتره لازم يبقى معاك تصريح لاي حاجه فيها كوزماتكس او حاجه منها. في السعوديه ده كده كده يعني لازم يبقى معاك شهادات، يا اما اصلا الادز هتفضل تترفض
وبعدين الدنيا تبوظ وبيحتاج لها تحايل كتير على الحته دي. فعامه حاول لو حاجه ليجل على الاقل يبقى معاك اللي هو ايه، الحاجه العاديه اللي هو مثلا الضمان اللي على العلبه، لو انت جايبه من تاجر وهو اصلا ده البراند، مش هو معبيه في ازايز تانية. طيب معلش، انا لو هعمل اعلان كامبين مثلا لقريه، الديلي بادجت ولا يعني احدد الديلي بادجت الميزانيه اليوميه، ولا بسيب بدي المبلغ وحل المبلغ وبعد كده بسيب الاوديتنج مثلا للفيسبوك، اداره بص، الفيسبوك. احط عادي ميزانيه يوميه بسيطه واحسن على اساسها. بس الفكره يعني دايما حاول تهرب بالمشكله بحلين. يعني مثلا ايه، احنا حالا بنحاول نهرب من المشكله دي بان احنا نحط ميزانيه قليله ونشوف. في هروب تاني ان انت تشوف إيه ليه اصلا انت بتشحن للقريه دي بس، وتحاول توسع ده. ودي نقطه من الحلول. يعني مثلا انا عندي مشكله ان انا القريه صغيره، طيب انا هطلع بره القريه وهحتاج ايه مثلا شركه شحن تاخد الاوردر مني، فعادي جدا ان انا تتحرك في الناحيه دي، وده احسن. وده احسن في الحقيقه، يعني ان كل ما بتضيق الفرص على نفسك كل ما قليل قوي ان الناس تشتري. اصلا انت لما تصرف اعلان على قريه، ف السي بي ام بتاعك غالي، وفي نفس الوقت مين هيجي يشتري المنتج ده هنا؟ يعني احتماليه الناس اصلا اللي تعجب بالمنتج قليله. طيب اخر بس سؤال، حاليا دور هو الدفع المتاح الناس حاليا الواحد اخر اللي حاجه بيجي. ايه؟ ماشي نعم. ماشي اخر ماشي، معاك، حاجه، اتفضل. اخر طريقه طرق الدفع حاليا ايه المتاح حاليا طرق الدفع؟ صوتك بيقطع، معلش، بتقول ايه؟ بقول لحضرتك اخر طرق الدفع حاليا بالنسبه الاعلانات الفيسبوك، اخر طريقه للدفع، في يعني مصر افضل هو طريقه دفع دوري كويس في في مصر. مصر حاليا. دوري ايه، كويس والله في مصر يعني. فوري شغال يعني ما زال متاح الدفع اه، بفوري. شغال كويس جدا، بدفع بيه اكونتات، فهو كويس. اشكرك شكرا جزيلا، تسلم. شكرا شكرا لك. جزيلا. طيب شباب، حد عنده اي سؤال؟ احنا هنتكلم عن نقطة بسيطة هي اللي باقية، أو نقطتين. أيوة، النقطتين. فلو حد عنده أي سؤال أنا سايب الشات مفتوح المرة دي. خلونا إيه نكمل. طيب إحنا النقطة الأخيرة معانا، أو هي أهم نقطة يعني، حتة التطوير. أنت علشان تبقى ماشي في تراك ثابت لازم تبقى حاطط إن أنت كل يوم بصورة أساسية كل يوم بتطور نفسك. طيب هل انا وانا شغال فعلا في الحقيقه هقدر اطور نفسي كل يوم؟ فكره بقى تطوير النفس دي مش ملهاش مترك. يعني مش محتاج ان انت النهارده تذاكر كورس، لا، انت عادي جدا ان انت هتسيرش عن توبيك، ولما ثانيه ان انت هتسيرش عن توبيك معين مثلا، وتبدا ان انت تذاكر التوبيك ده. ممكن تقرا مقال بس، ممكن يعني اقول لك ايه، تشوف فيديو 10 دقايق. ما تحجموش نفسكم في المذاكره بان انا لازم اقعد النهارده اذاكر الكورس ده. لا، عادي جدا، شوف حاجه. طيب من ضمن المذاكره برضو ان انت تشوف حاجات قديمه. يعني مثلا من الحاجات الكويسه جدا ما شاء الله لحد دلوقتي الكورس مثلا بتاع مايند شيفت. عادي، انت شفته زمان وتعلمت منه مثلا، ودلوقتي مش هيضيف لك حاجه، لا، شوفه عادي، شغله جنبك وانت شغال. هيجي في نص الكلام يقول كلمه انت سمعتها قبل كده وما كنتش مدركه، او دلوقتي بقيت مدركه. يعني مثلا زمان انت لما جيت تشوفه كنت لسه بتبدا، فلما اتكلموا مثلا على الري ماركتنج او الري تارجتنج على جوجل انت ما كنتش فاهمه قوي، فسمعت الفيديو كده وقلبت. طب انت دلوقتي بقيت فاهم يعني ايه ري تارجتنج واشتغلت بايدك، فطب ما اسمعه واجرب وكده. ده باختصار جدا الجزئيه دي. طيب في نقطه بقى، حاول ان انت تعمل حاجه حلوه في حته في حته المذاكره دي، ان انت تعمل نوتة على جنب او ورقه على جنب او نوشن، ايا كان انت بتستخدم ايه في يومك العادي. وكل ما يجي في بالك حاجه عايز تذاكرها حطها، حتى لو جروب هتحفظ فيه اللينكات. وبس بلاش يعني سيف على الفيسبوك وكده، بس يعني لو انت توبك هتشوفه حاول تحط تو دو ليست، بحيث ان انت لو جيت في وقت عندك والله انا النهارده مثلا انا عندي ساعه اقدر اذاكر فيها،
فاول حاجه هتعملها ان انت تروح تفتح التو دو ليست دي وتشوف والله انا ممكن اذاكر ايه في الساعه دي، والله ده فيديو اذاكره واطبق عليه مثلا، فخلاص يلا هاخد الفيديو ده. دي طريقه كويسه في حته التطوير يعني. احنا تقريبا كده خلصنا. مفيش اي حاجه تانية. انا بس اشوف الشات. كان في سؤال ممكن اعرف نظام الدفع في السعوديه، كمان كنت عايز اعرف الضريبه كام. الضريبه لو مش متشاله بالسجل فبتبقى تقريبا الضريبه لو مش متشاله بيبقى 14%. نظام الدفع، هو لو توصل نظام الدفع اللي هو مقدم ولا مؤخر وكده، فده حسب المنصه الاعلانيه والاكونت بتاعك بقاله قد ايه. كفيزا هو في السعوديه عادي، الدنيا مش زي مصر. هناك الفيز الديبت والبريبيد والكريدت كلهم بيدفعوا عادي. معدل تكرار الشراء في نيتش زي التمور. بص، هو على حسب انت بتبيع ازاي. لو انت تقصد، انا مش عارف التمور تقصد في مصر ولا السعوديه، بس انا مثلا جربت التمور في السعوديه. انت اكتر بتبقى بيزد على ايه؟ يعني انا مثلا كنت بسكيل مع عميل، او التيم بتاعي هو اللي كان شغال عليه. كان بيسكيل على عميل هو في موسم رمضان، فالناس كلها بتشتري تمور. ده مثلا حاجه يعني. فما كانش اصلا كان هدفنا وقتها ان احنا نخلص الستوك. ما كانش في اي هدف تاني غير ان احنا نخلص الستوك. وما شاء الله خلصناه بدل مره مرتين يعني. يعني خلصناه والعميل عمل ستوك وخلصناه. فده بالنسبه للجزئيه دي. طيب في مصر ثقافه الناس في التمور مختلفه. ما جربتهاش والله كاي كوميرس عامله ازاي، او حتى كبيع عادي، حتى لو رسائل يعني. بس في السعوديه الناس هناك في التمور والاعسال والعود اكتر. هقول لك تعمل ايه. الناس هناك بتبقى بتثق في براند، يعني هو واثق وليكن في البراند ده هيجيب منه علشان جربه، وعشان خد عليه فيدباك، او علشان شاف الحاجه اللي تخليه يثق فيه. طيب انت بقى، هو مثلا اشترى منك اول مره، عايز تعمل له ريتارجتنج مثلا بعد عدد بعد وقت. فانت المفروض الاونر نفسه يقول لك استهلاك العبوه هياخد قد ايه. يعني مثلا العميل اللي كنا بنسكيل عليه ده، كنا بنبيع له تقريبا يعني كرتونه وثلاث كراتين، حبه وثلاث حبات يعني. فكان العملاء اللي بتاخد ثلاث حبات ده بيطول معاه، وفي عملاء بتاخد حبه واحده، وفي عملاء كانت بتاخد عدد كبير تقريبا 12 مثلا علشان بيهادوا بعض بيه. فدي كيسز منفصل. الاحسن ان انت خلي دايما العميل يحكي معاك. انا في مصر بقى فعلا والله ما اعرفش. انا في مصر عندي مثلا علبه تمر من رمضان تقريبا باظت يعني. طيب الكورس اسمه مايند شيفت. الكورس بتاع اللي انا بقول عليه ممكن تبقى ترجع تشوفه. دي هو حالا هم رافعينه على اليوتيوب يعني. كورس مايند شيفت من احسن الكورسات اللي موجوده. كان مدفوع زمان ودلوقتي بقى فري. برضه هو حلو عشان برضه اقول التقييم اوضح يعني. الكورس حلو علشان بيقوي قلبك. دي نقطه انا تقييم الكورس يعني. الكورس حلو في ايه؟ الكورس وانت شغال هم الناس كلير جدا بيقول لك ان انت محتاج تختبر، محتاج تجرب جمهور، محتاج تجرب كريتيفز، محتاج تجرب لاندات. فهو بيخليك فاهم ان انت الصح ان انت تجرب. في كورسات تانية دايما بيقول لك ايه، اعمل دي واعمل كاستم اودينس بطريقه معينه، وبحط في الادسет $5 بس. لا، الناس هناك بيقول لك جرب وشوف وابدا وطلع اكتر من ادسет، وقف الوحش وشغل الكويس. فالناس بيشرحوا بشفافيه. في حاجات ده كتير اتغيرت. يعني مثلا الداشبورد اصلا حصل لها ابديت مرتين او حاجه بعد الكورس في معظم المنصات وكده. بس اوفر اول المايند سيت كويسه يعني. في ناس تدخل بس السيشن ده. طيب في سؤال تاني. جوجل كيب سيمبل. طيب اشرف انت رافع ايدك، فاهمني رسالتك معلش وكمل. هو انا كنت ساعتها بتتكلم عن حته ان لو في حاجه الواحد عايز يعمل لها سيف او كده. فانا نوشن برضو جربته، بس جربت حاجه اسمها جوجل كيب، فشايف ان هو اسهل بالنسبه لي يعني، فبقترح. بص انا بستخدم جوجل كيب اصلا كتير علشان بكتب بالقلم كمان عليه على التابلت يعني. فكويس جوجل كيب كويس وموجود معاك. يعني مثلا انت الجيميل الميل اللي انت بتستخدمه جوجل كيب كونكت بيه، فحتى لو فتحت الجهاز تاني بيبقى معاك. ففعلا هو كويس جدا. الدروب كويس في السعوديه زي ماشي. احنا بنقول ايه؟ في سؤال تاني انا كنت عايز اساله. وانا بدات في مجال الديجيتال ماركتنج او كده كسيلز، فبقالي سنتين دلوقتي سيلز.
فانا بدات شغل ميديا باير، ان انا اصلا بدات اذاكر مع نفسي ونزلت انترن في شركه. بس انا دلوقتي كل فتره اجيب عميل وابدا ان انا اشتغل معاه، بس العميل بيوصل لمرحله معينه ما بقدرش ان انا سكيل فيها بسبب ان الخبره بتاعتي مش كبيره قوي في المجال ده. فايه اكتر حاجه ممكن تخليني ان انا دماغي مترتبه؟ لان انا بسمع معلومه من الشرق، بسمع معلومه من الغرب، بدخل على ريدت اقعد اقرا مقالات، فحاسس ان دماغي مش مترتبه في معلومات بس مش مترتبه. ده بيخليني ان انا بجيب عميل بقدر ان انا سكيل معاه في الاول، لكن بوصل لحيطه سد في النهايه او ما بقدرش اكمل يا الموضوع. فاهم. طيب بص، هو عشان يعني انا هقول لك الطريق اللي موجود دلوقتي، اللي انا عارفه، وفي طريق قدام ان شاء الله، يعني حاجه هتبقى موجوده قدام. بس الطريق الاول ان انت عامه ما تقعدش تشتت نفسك في المصادر. يعني انا يمكن دي بقولها كمان للناس اللي قبل ما تبدا، ما تروحش مثلا تشوف 20 كورس عشان تبدا. لا، خد كورس واحد وروح طبقه، ولما تطبق هيقابلك مشاكل دور على حلول. فدي طريقه. طيب انت في العادي علشان انت كونك بتجيب عميل ده ما شاء الله حاجه كويسه. كونك تنقل العميل من كيس للتانيه او تحس ان انت خلاص واقف مع العميل في الوقت الحالي، الاحسن ان انت تاخد ليك منتور. يعني ده عشان اكون صادق، ان انت تيجي مثلا والله انت عارف مثلا حد معين بيشرح توبك معين، فتقول له انا عندي مشكله هنا، تقدر تساعدني فيها ولا لا؟ سواء بقى منتور ده بيد او فري، على حساب حجم الحاجه وعلى حساب الشخص بيوافق ازاي وهيتعامل ازاي. دي حاجه. الحل الثاني ان انت تسيرش عن الحاجه. يعني عايز اقول لكم والله شات جي بي تي مثلا عادي ادخل اساله وقول له انا كامبين عندي فيها مشكله كده، هيبدا يديك مقترحات، وان كانت على حسب انت مديله ايه. بس حاول دايما تسال اسئله واضحه وتشوف رده ايه. بنسبه كبيره فعلا بيدي حلول، زي ما السينيورز بيدوا، او زي ما البرفورمانس مانجر دلوقتي بيدوا. ان هو مثلا ايه، انت بتقول له والله انا عندي الاب تو كارت عددها كبير بس التشيك اوت عددها قليل، فيقول لك راجع صفحه التشيك اوت اتاكد من 1 2 3 فيها، ممكن تزود زرار كذا. الحاجات دي هتيجي بالخبره، بس هو بيبقى كولكت داتا من اماكن كتير فيقدر يضيف. طيب الحل بقى اللي هيبقى موجود ان شاء الله يعني بعد فتره، يمكن حتى الناس اللي موجوده في السيشن عارفين، معظمهم عارف بركات. ان شاء الله احنا بعد فتره هنعمل يعني زي ورك شوب، مش ورك شوب واحده يعني، ومش كورس برضو، يعني حاجه كده سوليوشن، زي ورشه عمل مطوله. هتبقى احنا الاثنين معانا عدد من الناس معين، بس هيكون شرط ان هم معاهم مشاريع وهنشتغل معاهم عليها. بس دي ان شاء الله قدام شويه، يعني ممكن على اخر شهر 7 نبدا نتكلم فيها اصلا، لان احنا اولا شغالين على الكونتنت بتاعها حالا، وثانيا كل حد فينا بيشرح حاجه دلوقتي، فقدام ان شاء الله هنعملها. بس انت اكيد ما تستناش لحد اول 7 يعني. انت زي ما انا بقول لك كده، ولو قفلت على كيس قوي ابعت لي عادي. انا بس المشكله عندي ان انا بفتح واتساب قليل. يعني انا بفتح واتساب لما بكون جاي افتح واتساب، بس في العادي مش بفتحه. بس في اي وقت ابعت لي. تمام، مش طب ابعت لك على لينكد ان لو انت تبقى متاح على لينكد ان. لا لا، ابعت لي واتساب عادي بحيث يبقى اسهل. يعني يمكن ما بفتحوش بقى خالص. تمام. آه، انا بص بفتح لينكد ان بس قليل يعني في الحقيقه، بس العادي ابعت لي عادي واتساب، وانا احاول اشوف الدنيا اقرب وقت يعني. لو لقينا الموضوع يستاهل ممكن ابقى اديك اليوزر بتاع ديسكورد بتاعي، انا مين اللي ببقى فاتح ديسكورد معظم اليوم يعني. طيب في سؤال بيقول الدروب كويس في السعوديه زي مصر؟ هو الدروب دي انا مش فاهم، بس لو حضرتك تقصدي الدروب شيبنج، فهو في السعوديه احسن من مصر، يعني هو في مصر مش كويس. ف عامة سوق السعودية أقوى، قدرة شرائية أكبر، الناس اللي بتشتري أكتر، ثقافة الناس في البيع والشراء والدفع أونلاين أكبر بكتير من مصر. يعني الناس في مصر اللي بتدفع أونلاين في شريحة محترمة، بس ستيل قليلة جدا مقارنة بالسعودية. نفس الكلام، شركات الشحن في السعودية أحسن بكتير. العقود في السعودية أقوى. يعني أنت شركة الشحن هنا ممكن تفصل لك المنتج وما تدكش تعويض، هناك الناس بتلتزم بالقوانين. بس علشان تمشي كويس في السعودية حاول يكون ليك ورق يعني. ممكن سيشن الفن المحاضرة الجاية عشان هي الأساس. طيب والله حاضر، يعني خليني أنا بس حبيت أدي السيشن دي في الأول علشان ترتب دماغ الناس، لأن المشكلة دي كنت بشوفها كتير. بس هحاول السيشن الجاي تبقى عن الفانل بإذن الله. أنا كنت عامل سيشن قديمة عن الفانل قبل كده، بس ما أظنش اترفعت أو أنا مسجلها أصلا، بس هحاول أجهز وقت أحسن يكون تفصيلي يعني.
طيب السيشن دي مسجله لان داخل متاخر؟ ان شاء الله مسجله. اتمنى ما يحصلش اي حاجه في التسجيل يعني. اسم الكورس ايه يا هندسه؟ لو تقصد الكورس اللي هو اللي انا بقول للناس ممكن تدخل تشوفه تاني على اليوتيوب، مايند شيفت كويس. في كورس كمان بحبه جدا بتاع اللي هو كراش كورس. بصوا هتلاقي الفيديوهات دي كلها في الوصف بتاع الجروب، يعني عشان انا مش عارف ابعتها لكم تاني حالا، بس هي كلها في وصف الجروب بتاع الواتساب. لينك جروب الواتساب انا المفروض مثبته فوق. انا مثبته اهو، فحاولوا ان انتوا كلكم تدخلوا جروب الواتساب يعني. طيب في سؤال تاني، اقوى تولز اعمل من خلالها لاندنج بيج بالذكاء الاصطناعي. بص والله يا خالد، انا حالا الشباب عندي اللي بيعملوا لاندات في الحقيقه، بس انا شايف ان انت يعني ما تنقلش الحاجه كلها للذكاء الصناعي. انت استخدمه وخليك انت المحور بتاعه، الا لو انت عامل اوتوميشن اكيد يعني. بس انا شايف من وجهه نظري ان انت عادي جدا ممكن تاخد منتج معين وتروح لشات جي بي تي تشرح له المنتج وتعرفه تفاصيله وتقول له ان انت محتاج تعمل استراكشر لاندنج بيج بسيطه تناسب مثلا وليكن السوق السعودي، وتقول له ان هو يتعامل كمسؤول مثلا تحسين متاجر، عنده خبره 3 سنين مثلا او حاجه، ممكن يطلع لك حاجه كويسه. ما جربتش انا بقى تول كده، التولز اللي بجربها اللي جربتها ما طلعتش حاجه. لو في تولز حلوه في الكرييتيف بالذكاء الصناعي يبقى كتر الف خيرك. طيب انا ممكن ابقى اخلي حد من التيم عندي يعمل لكم سيشن عن جنريتيف كرييتيفز بالاي اي، بس مش في التايم لاين حالا، بس ممكن ان شاء الله فيما بعد يعني. طيب ما عميل بيشحن باقات العاب والاكونتات بتاخد بان قبل ما اعمل اعلان، هل في حل؟ هو ده مش عارف في السعوديه ولا في مصر، بس انا كنت بشوف الكيس دي في السعوديه. الحل ان هو يوثق الاكونتات ويكلم الدعم. ده بيبقى كويس جدا يعني. آه، بايدي بقى انا ما جربتش، ما مسكتش اكونت فيها، بس انا شفت اكونتات في السعوديه بيبقى الحل انك توثق الاكونت وتحاول تتجنب يعني تتكلم مع الدعم ايه المشكله فين، في ايه بالظبط وكده. ماشي، حد عنده كان احمد رافع ايده. احمد، الاستاذ احمد الاول رافع ايده، وفي احمد اشرف. مش اتفضل صح. السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضل. لو سمحت، وانا محتاج بس يعني الورك شوب دي يعني يا ريت اكون فيها، لان فعلا انا يعني حضرت يعني كورسات كتير و سيلف ليميتنج يعني. آه، مم. لكن مش عارف، عايز اتدرب يعني، عايز ادخل ورك شوب اتعلم، ابدا انفذ الحاجات اللي انا عرفتها او الحاجات اللي انا اتعلمتها دي بس. طيب بص، خليني اقول يعني خليني اقول لك وبرضه مع اقول نفسه دي للشباب النقطه يعني دي. مم. كل ما احضر كورس مثلا الاقي ان التحديث حصل على الفيسبوك، فبالتالي مش عارف اطبق يعني، عايز حاجه تبقى عمليه أبقى بشتغلها بايدي يعني، بشتغلها في نفس الوقت بحيث اعرف لو يبقى في تحديث وبقى عرفت خلاص ان في تحديث حصل في الحته الفلانيه، ما احتاجش بقى اسمع من اول وجديد كورس جديد. ومش متاحه حاليا الكورسات الجديده يعني، معظم الكورسات اللي قبل كده دي كورسات قديمه من فتره طويله يعني، حتى تحديثات بقت جديده وكل يوم في تحديث. طيب بص، خليني اقول لك نقطتين. الاول نقطه بتاعت التحديث بتاع الكورس. التحديث دايما مش بيبقى جوهري، التحديث بيبقى في واجهه المستخدم. يعني ايه مثلا؟ والله كان بيقول لك انت من هنا بتخلي الكامبين سي بي او او اي بي او، فهو بدل ما هو خلى لك الزرار هنا لا هو رفعه فوق مثلا. والله مثلا الكامبينز ايه؟ الكامبين كامبين ادست اد، فهو جه في الكامبين السمارت غير لك الاستراكشر، خلى لك الادست والاد مثلا حاجه واحده كمثال يعني. فالتغييرات دي عارف اللي هو ايه يعني. انا بدي كورسات اهو، بس والله مش الجوهريه اللي تخليك لا لازم تاخد كورس فيسبوك ابديت 2025 والحاجات دي. هي هيقدم لك فاليو ان هو يشرح لك على الداشبورد اللي بتاع السنه دي، عشان ما بقاش برضو ظالم للناس يعني. بس في الحقيقه ان عادي جدا، عادي جدا ان انت تجرب، ادخل جرب يعني. حط زي ما احنا مثلا، انا دايما بقول الموضوع ده
ادخل اعمل اد اكونت وحط 100 جنيه فوري وادخل جرب هتعمل ايه، الكامبين ما اشتغلتش، طب عادي ادخل جروب فيسبوك يا جماعه سكرين شوت، او جروب واتساب يا جماعه انا بطلع كامبين طلع لي الايرور ده انا مش فاهم سببه ايه، هيجي واحد اتنين تلاته يقولوا لك، او هتسال حد. ادخل جرب علشان يعني اقول لك ايه، لما تيجي بقى تاخد كورس تاني او تاخد ورك شوب او ايا كان الحاجه اللي هتاخدها، تجربتك هتفيدك. يعني زي ما بقول لك انت جربت فقابلتك المشكله، فلما يجي الراجل يجي يقول لك الحل انت خلاص انت فاهم المشكله وفاهم الحل، على عكس ما ان انت تبقى مستني اللي يجي يقول لك كل حاجه فهو هيقول لك وانت تتقبل منه، بس لما تيجي تطبق هتلاقيه برضه جاي. دي نقطه. النقطه الثانيه، الورك شوب لما تتعمل في الغالب هيبقى للناس اللي جربت، يعني ان انت عديت من الجينيور، انت مثلا ميد ليفل او انت طالع للميد ليفل وعايز تبقى سينيور، تشتغل ازاي، وهيبقى ناس مثلا معاها مشروع بيصرف بادجت معين، يعني الاحسن ليك دلوقتي ان انت تحضر السيشنز بتاعتها، ان شاء الله دي هتضيف لك فيه. كان في طريقه استرجاع تيك توك الاد اكونت، الفلوس من اد اكونت في تيك توك. بصوا عشان ما اكذبش، يعني هو اتقال لي ان هو ما فيش، وانا جربت ما عرفتش، بس جربت ما عرفتش دي مثلا من سنه، فحاولوا تجربوا تسالوا عادي الدعم وتتواصلوا معاهم. يعني في قناه يوتيوب اسمها كونتنت ديسكونتنت، كويسه جدا، وفعلا برضو فيها كام سيشن لطيف، بالذات عن كامبين السيرش والفوركاستنج بتاع جوجل وكده. القناه دي من القنوات الجميله يعني، خصوصا في الحته بتاعت جوجل، واللي بيشرح مش متذكر اسمه الحقيقه، بس هو بيشرح فاليو، يعني مش بيقعد يشتغل الناس في السيشنز. وخلي بالكم دايما على فكره برضو من الحته دي، ان في ناس ممكن تدخل السيشن هدفها اكتر انها تقعد في السيشن، مش ان هي تشرح توبيك. حاولوا دايما نروحوا للشخص اللي بيشرح حاجه معينه، مش داخل بيحكي. لو حد عنده اي سؤال، احنا تقريبا كده خلصنا، ان شاء الله خدنا تقريبا نص ساعه ازيد من وقتنا العادي اللي كان في بالي. طيب استاذ احمد، حضرتك عندك سؤال تاني ولا خلاص؟ وانا عندي سؤال بخصوص مثلا لو انا عايز داخل ان انا اعمل كولد كول او اوت ريتشنج مع عميل ان انا اقنعه ان هو يشتغل معايا، فانا ببقى عايز اعمل حاجه ان انا ازاي اوديت على الكامبينز او المشاكل اللي موجوده عنده مثلا في الميديا باينج، او نقطه او بين بوينت اقدر اركز عليها من خلالها اقدر اكونفيرت الميتنج، ومن خلالها اقدر اكونفيرت ان هو يتعامل معايا او نعمل ديل مع بعض. طيب بص، هقول لك هي ليها طريقين، او انا كنت بعمل حاجتين. يعني اول حاجه، في عميل انت بتروح له بتقعد من بره تعمل اوديت وتعمل له ميديا بلان ودايركشن يتحرك ازاي ويقدر يتحرك ازاي، وتروح تقول له السلام عليكم انا عملت لك ده، او انا ممكن اقدم لك استشاره ولقيت مشاكل عندك في 1 2 3. دي طريقه. طيب في طريقه ثانيه، ايه هي؟ ان انت العميل ده لو هو كبير يعني او حجمه كبير في السوق، العميل ده لو هو حجمه كبير في السوق، انت ممكن او انت شايفه يستاهل، ممكن تطلب منه ان هو يديك اكسس على الحسابات الاعلانيه، او ان انت تعرض عليه انت بتعرف تعمل ايه، وعلى اساسه يديك اكسس على الحسابات الاعلانيه تعمل له الاوديت من جوه. الاوديت من بره علشان تقنع العميل كده محتاج تمسك حاجه كارثه. يعني انا فاكر في عميل بتاع اساس، دخلت قلت له يا باشا انت بتشغل، هو ما تقولش يا باشا يعني، بس انا بشرح بالكلام يعني، بس باختصار قلت له انت يا باشا مشغل كامبين كاتالوج، وكامبين الكاتالوج اللينكات مش بتسمع، اللينكات مش بتسمع على المنتجات وما بتجيبش مبيعات. ده عميل. في عميل انا فاكر برضو زمان جبته، بان انا دخلت قلت لهم الكامبين اللي هم كانوا مطلعين كامبين على منتجات كده، فدخلت قلت لهم نصا الكامبين اللي انتم مشغلها دي ما جابتلكوش مبيعات اخر اسبوع. 3 دقائق اتبعت لي رساله لو سمحت ابعت رقمك، الاونر محتاج يكلمك. تقريبا مكلمني الساعه 1 بالليل. هو عثمان انت فاتك الفيديو تاني مش فاكر. فمثلا حرفيا الاونر رن عليا الساعه 1 بالليل، الكلام ده مثلا انا فاكر والله لانه كان قبل مناسبه عندي يعني. بس باختصار اتصل بيا قال لي مساء الخير يا باشمهندس، هو حضرتك عرفت ازاي؟ كان مشكله ان الويب سايت بيحمل ببطء جدا جدا جدا، فهو الراجل جاب كريتيف كويسه وكاتب كوبي كويسه وكل الدنيا تمام، بس الويب سايت كان تقيل قوي. فانا متاكد ان مثلا 98% من الناس مش بيدخلوا ويب سايت. انا دخلت 3 مرات والويب سايت ما كانش بيحمل. فحرفيا كنت انا عندي مناسبه طويله، باختصار كان قبل فرحي يعني،
فقلت له والله انا مش هقدر اخد الاكونتس دلوقتي، بس ممكن كمان شهر نقعد سوا. وفعلا استنى بالظبط 30 يوم وهو اللي رن عليا وحددنا ميعاد وقعدنا سوا. كان كلاينت في مصر، الكلام ده زمان يعني. بس هو جه بالطريقه دي، ان انا دخلت قلت له انت عندك مشكله في كذا وانا عارف حلها. وفعلا رحنا اشتغلنا، وكان الويب سايت مش عارف معمول على ايه كده، بس كان سعر ان غبي كده. فاشتغلناه لاندات حتى وقتها ايزي اوردر، وكان كويس جدا عادي. يعني آه، مثلا الحاجات اللي ممكن اودت بيها اللي هي سرعة الموقع من خلال ندخل حد مشكله. يعني مثلا اقول لك ايه، في مشكله عند العملاء في السعوديه، لو دخلت ما لقيتش بيكسل معين موجود. يعني انت مثلا لو هو مشغل هو متجر مثلا وبيبيع وبينزل في كذا منصه، وانت شفت الادز بتاعه في اكتر من منصه، بعدين دخلت مثلا لقيت البيكسل الايفنتات فيها مشكله. انا مش عارف انت اوير بالحته بتاع التراكنج او لا، بس لقيت مثلا في دبليكيت في ايفنت معين، او في ايرور في البيكسل، سكرين شوت وادخل حياك الله وابدا كلام عنه. ده مثلا من خلال تول اللي هي ويبلايزر. لا، اوبلايزر بتوريك الويب سايت معمول على ايه. انما البيكسلز بتبان من التول، من الاكستنشنز بتاع المنصات، اللي هي مثلا تيك توك بيكسل، سناب بيكسل، وفي كروم اكستنشن كده بتبان كل التراكنج مره واحده. ممكن ابقى احاول ابعت لكم سكرين ليها يعني. كان احمد مدبولي باعتها لي كويس. طب ممكن لو تقول لي اسمها مثلا وانا سيرش عليها. طيب انا استنى اقول لك اسمه. انت في جروب الواتساب طيب؟ اللي هو انهي جروب؟ في جروب دلوقتي انت بعته هنا فهو موجود اه. طيب انا بص بعتها لك هنا على الشات بتاع الفيديو. التول دي كويسه، بتبين كل البيكسلز مره واحده. هو اكستنشن، جروب كروم اسمه اكستنشن برضه. اي كوميرس رود ماب صح؟ اه. تمام موجود عليه بس لسه ما وصلش حاجة. لا انا بعتها على الشات دلوقتي بتاع الميل. اه تمام. طيب في سؤال، هل في حاجه جوجل تعرفني الاعلانات زي مكتبه الفيسبوك؟ اسمها آه بالعربي مركز شفافيه جوجل. ده بتدخل تحط له الدومين بتاع الويب سايت، بيجيب لك الادز اللي عليه. فبيجيب لك الادز الهيدلاينز ظاهره، وبيجيب لك الفيديوز والديزاينز برضو. الفيديوز بيجيبها صغيره كده، بس في الغالب الفيديوز العميل، يعني مش في الغالب، هو لازم العميل يكون رافعها على اليوتيوب. فانت لو مش عارف تفتح فيديو او تشوفه قوي، روح سيرش باسم الفيديو على اليوتيوب. طيب كده خلاص. اجابه السؤال ده. طيب مجال العقارات، ابدا على طول جوجل مع العلم ان لسه جديده او لسه جديد؟ هو يعني خلينا صريح معاكم في حاجه. انك تبدا بجوجل دي ميزه. هي حاجه صعبه بس ميزه. يعني انت لو اتقنت جوجل في الاول، فان شاء الله بقيه المنصات بالنسبه لك هتبقى ابسط. بس لو انت بادئ بمنصات سهله بيبقى كويس. يعني انا دايما بشجع الناس تبدا مثلا بتيك توك، بعدين يبدا بتيك توك يروح يفهم ميتا، خلاص فهم تيك توك وميتا وراح يجرب سناب، هيلاقي شبه. طيب عايز يروح جوجل، هيلاقي جوجل مختلف، بس هيبقى فاهم بيزكس الفانل وكده. مجال بقى العقارات نفسه، يعني مش يعني الكومبيتيشن صعبه فيه. هو الفكره بس في مجال العقارات ان الميديا باير مش هو العامل الوحيد، يعني في تيم سيلز. فكونك شخص في الاول تحتك مع تيم سيلز ده بيبقى هيدك مش اكتر. بس انا حالا عايش مع تيم السيلز، يعني ربنا يخليهم لنا. مش بتاعي يعني، بتاع المشاريع. هو اسمه جوجل ترانسبيرنسي، بس انا مش بعرف انطقها بالانجليزي. شكرا، عفوا، شكرا. بس حد عنده اي سؤال؟ احنا كده خلصنا. اظن ميعاد الساعه 10 ده كويس. يعني هحاول اثبت لكم باذن الله رب ايام. انا والله يمكن يعني اقول لكم حاجه. انا الوقت عندي زحمه للاسف، فانا بحط الميعاد علشان غصب عني ارتبط بيه. فيعني ان شاء الله خلينا نقول ميعاد من دلوقتي ان احنا ان شاء الله الثلاث الجاي. فاكر بس النهارده الثلاث عشان نبقى عارفين ان الثلاث الجاي يكون في سيشن برضه باذن الله. طيب لينك الجروب بتاع الواتساب حاضر هبعته لكم تاني. لينك جروب الواتساب بعته تاني. طيب في سؤال، التطبيق بتاع الويب سايت ايه ده؟ معلش شفته في البايو الجروب.
لو تقصد في جروب الواتساب، الوصف اللي موجود هو الرود ماب دي. اول ما اتعملت احنا كنا عاملين تريننج الناس تتعلم اي كوميرس من الاول خالص، فان انت ممكن تعمل لاند على ايزي اوردر بس حتى واجهه ايزي اوردر اتغيرت دلوقتي، بس يعني انك تعمل لاند على ايزي اوردر وتعمل كرييتيفز وتعدل على الكرييتيفز وكده. وكنا بنتابع مع الشباب حتى وقتها على ديسكورد ان هم يدخلوا فيه يعني بنتناقش معاهم وقسمنا الناس كده، وفي ناس الحمد لله وصلت قوي. يعني انا حتى من الناس اللي بحبهم في ناس شغالين معايا دلوقتي في شركه في القاهره، بداوا ما شاء الله او مش بداوا، يعني هم كانوا بيبداوا وصادفتهم الحته دي، فالحمد لله وصلوا اماكن كويسه يعني. آه، عندنا ايه تاني؟ شكرا حضرتك، شكرا. لينك قناه اليوتيوب ننزل على المحاضرات المسجله. طب انا لما ارفع المحاضره دي يعني ان شاء الله ترفع باذن الله ماكسيموم مثلا بكره، هبعت يعني لما ابعت لكم لينك الفيديو هيبقى ده من القناه اللي عليها الفيديوهات. القناه دي غير القناه بتاع بركات، يعني جروب الناس اللي جايه من الجروب بتاع بركات، فدي قناه يوتيوب منفصله. السيشن الجاي الفاضل حاضر والله ان شاء الله. واهم الميتريكس في الاعلانات في كل مرحله. طيب انا هحاول والله السيشن الجايه فعلا تكون عن الفانل. هحاول اتكلم عن يعني الفانل بصوره عامه ككونسبت، وبعدين نشرح بامثله مثلا بسكرينات من الدنيا. السيشن ريدنج داتا في مايند شيفت كويس جدا، يعني انا بوصفه زي المضاد الحيوي كده اللي هو مره كل يوم. هو كويس جدا، ولما تشوفه كتير هتجمع طول ما انت شغال، يعني بتسمعه وما شاء الله هم استفادوا فيه قوي، فهو كويس. بس يعني في نقطه ان الفانلز مختلفه، يعني باختصار عشان ما اطولش عليكم، بس كل فانل مختلفه. يعني انا مثلا لما باخد ويب سايت جديد بدخل اشوف ايه الفانل بتاعته. في مثلا فانل ان التشيك اوت بعد ما تعمل اد تو كارت بيطلع لك في بوب اب كده بسرعه، وبعدين فانت اي حد بيعمل اد تو كارت بيطلع له تشيك اوت، فما ينفعش تقول ان بين الاثنين في دروب. هو الويب سايت معمول ان انت مجرد ما تعمل اد تو كارت كده. في ناس مثلا بتشتغل على ويب سايت هو الويب سايت هو لاندنج بيج بس، والتشيك اوت في نفس اللاندنج بيج، فوقتها مش هتقدر تقول في اد تو كارت وفي تشيك اوت. فمش فاكر بقى في مايند شيفت كانوا بيشرحوا على اللاند بس ولا شرحوا على الويب سايت كله، بس زي ايزي اوردر. بس اللي شارح برضو الفانل كويس عبد الرحمن مأمون في الكراش كورس بتاع كراش كورس رود ماب ده. هتلاقوا لينك الفيديو بتاعته في الرود ماب برضو اللي على جروب الواتساب. حاولوا تبقوا معظمكم في جروب الواتساب يعني ان شاء الله، احنا كده كده فاتحين الدسكشن عليه وبنتكلم عليه كتير. طب مهران معلش انا كده تهت شويه ما بين الواتساب جروبس. في الاي كوميرس اللي انت بعته دلوقتي، وفي واحد تاني اللي هو بتاع جوجل. هل في بقى بس واحد بتاع جوجل ده بتاع بركات، يعني انا مع بركات بسبورت معاه بس هو مين بركات اللي بيشرح الكورس بتاع جوجل، وحتى كلامه كله هيكون عن جوجل بس مش هيتكلم. يعني لو اتكلم عن حاجه هيتكلم عن حاجات متعلقه بجوجل. يعني لو بيتكلم مثلا عن الفانل فهيتكلم عن فانل كامبين السيرش مثلا، نبص عليها ازاي واحنا بنحل، فاهمني؟ لكن احنا عامه هنا بنتكلم السلسله دي ان شاء الله هتبقى يعني عن حياه عامه في المايند سيت زي النهارده مثلا بنتكلم عن الروتين اليومي حرفيا بتاع ميديا باير. هتبقى حاجات اكتر تطور شغلك ودماغك، مش بشرح لك داشبورد بعينها يعني. والله وان كان نفسي اشرح سناب شات، بس ممكن ان شاء الله قدام يعني، مش حالا خالص. مش يعني بنتكلم دلوقتي ان هو في تو جروبس بس، الاي كوميرس بالظبط وجوجل. ماشي تمام. ماشي. حد عنده اي سؤال تاني؟ طب زي الفل. تسلموا يا شباب والله. لو حد عنده اي سؤال ممكن يبعت لي واتساب، انا ببعت برقمي على الواتساب يعني، فابعتوا لي في اي وقت عادي، او حتى لو على الجروب خلوا دايما الجروب للدسكشن بينا. احنا ان شاء الله الدسكشن تكون مفيده للكل يعني. الجروب اصلا عليه ما شاء الله ناس كويسه جدا. شكرا لكم يا جماعه. شكرا. مع السلامه.